كل الرايات ترفع للاستسلام عدا راية الزمالك العظيم ترفع للنصر فقط. كيف لا نعود؟ كيف لا نعود ونحن الزمالك؟ كيف لا نعود ونحن من تصدرنا هذه القارة لسنين وسنوات؟ كيف نختفي ونحن من تصدرنا هذه القارة لسنين وسنوات؟ كيف لا نعود ونحن ملوك هذه القارة في القرن العشرين؟ مباراة استعادة الهوية والكبرياء لزمالكنا العظيم. أكون أو لا أكون؟ حاتم بطيشة بيقول لك اللي يقول لك شيكابالا انتهى قول له ده عندها. مليون مبروك من الأعماق لجمهور الزمالك العظيم. مليون مبروك لكل راجل جدع راح ورا التيم الاستاد. مليون مبروك كانوا واثقين في التيم لدرجة فوق الخيال. مليون مبروك رغم كل المشاكل والأزمات. ماتش عودة الثقة والكبرياء لزمالكنا العظيم. الزمالك تأخر 3 أشواط أمام أرتا سولار بدون أي هدف ومتأخر 3-0. مين اللي يقول لك في 45 دقيقة فقط 4-0 والزمالك يصعد ويتأهل؟ عموما لاعب عنده مميزات غريبة جدا وفي نفس الوقت عنده عيوب أغرب. يوسف أوباما ماتش للتاريخ، ماتش للتاريخ والله العظيم. شابوه يا أوباما يا راجل يا عظيم. نزل من لا شيء والله من لا شيء. أوباما نزل عمل كل شيء في الماتش، من اللا شيء لكل شيء عمل أوباما. غير موازين الشوط الثاني بالكامل لمصلحة الزمالك. كان حلقة الربط بين وسط لاعب نادي الزمالك وخط الهجوم. عمل كل حاجة في الكرة. شابوه يا يوسف يا أوباما. إن شاء الله تكون نقطة تحول في مستوى يوسف أوباما. من أهم 4 5 6 لعيبة مقربين إلى قلبي. يستحق أن يقال الزمالك تأهل. يستحق أن يقال الزمالك صعد بريمونتادا إعجازية للكونفدرالية عن طريق الراجل العظيم. شكرا للمجتهد يستحق كل شيء حمزة المسلوسي. شكرا يا حمزة يا راجل يا عظيم. حمزة المسلوسي والله العظيم راجل عظيم. لكل مجتهد نصيب. عمل كل حاجة في الكرة مع الزمالك. لا بتسمع عنه انه بيعمل مشاكل ولا بيسأل على راتبه ولا بيسأل على اي حاجة غير الكرة فقط. بيجدد عن صمت، ما بيتكلمش، بيشوف شغله. والله يستحق لقب ابن النادي. شابوه يا حمزة يا راجل يا عظيم. احمد السيد زيزو واحمد فتوح لا غبار ولا نقاش عنهم على الاطلاق، سواء السهل الممتنع او افضل لاعب في الكرة المصرية على الاطلاق. عموما النقطة المضيئة في تيم وفرقة نادي الزمالك العظيم والعريق. أصبح من أهم اللعيبة في الزمالك بعد أحمد زيزو على الإطلاق. تحط وراه مصطفى شلبي إن لم يكن كمان مصطفى شلبي بقى نقطة التحول تيم الزمالك. كل ما تروح الكرة لرجل شلبي لازم تعرف إن في حاجة خطر. عنده حلول، بيعدي وبيعمل اوفر، بيعدي وبيرفع، وبدا انه ما بيطولش الكرة في رجليه لاكتر من اللازم، وبدا كمان انه يقطم لجوه ويصوب مصطفى شلبي. بامانه النقطه المضيئه في تيم نادي الزمالك العظيم. نتمنى من الاعماق حمد لله على السلامه لمحمد عواد. نتمنى من الأعماق إن الفوز ده والانتصار التاريخي والإعجازي. صحيح الزمالك عنده عيوب كتيرة للغاية، وصحيح الفرقة دي فرقة هافة وملهاش أي لازمة، وصحيح إحنا نفسنا وحشين، ولكن الفوز بالشكل وبالطعم ده إن شاء الله يدينا دفعة للأمام بمشيئة الرحمن. مليون مبروك لكل جمهور نادي الزمالك العظيم، وشابوه للرجالة اللي عملوا شوط تاني من الكتاب. دمتم في أمان الله.